سلام الله عليكم، راني جيت ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم تشوفوا في فيديو تاعنا اليوم راح نبارطاجي معكم فيديو جديد. وهذا الفيديوهات من اكثر الفيديوهات اللي نحبها في قناتي، اللي هي ديكور جديد في غرفتي. نحب بزاف هكا حوايج، وتانيت راح نبارطاجي معاكم اكثر اكله نحبها. طبعا اللي يشوف متبعيني من زمان يعرفوا سوسو واش تحب تاكل. راح نبارطاجي معكم خياطة. مهم فيديو متنوع وتشاركوني النهار تاعي كيفاش جاز. ويلا دركا نبداو بلا ما نطولوا بزاف. انا الصباح نضت لقيت ما راح دير لنا شخشوخه بالعصبانه. المهم كانت هنا وجدت كل شيء، الحشوه تاع العصبان اللي هي مصارن، الكرشه هذيك اللي يسموها مطلقه نصا تاني تقصها مكعبات مكعبات، الشحمه اللي تكون لاصقه في الكرشه تقصها، بصله، طماطم، حب طماطم بات، دير تاني فلفل حار الى حبيتي، الثوم، الحمص، المعدنوس، ودير لي زيبيس ما تنساهمش تاني. المهم الوصفه بالتفصيل راني بارطاجيتها معكم من قبل، راح نخليها لكم في صندوق الوصف اللي حابه تطيبها يعني وما تعرف سيرتو ماما ديرها بواحد الطريقه تجي بزاف بزاف بنينه. هنا راهي تحط في لي زيبيس والملح وكلش وتخلط كلش مع بعضه. انا عاودتها قصيت لها البصله وقصيت لها الطماطم وهذه وخليتها تحشي فيهم باش انايا رحت عندي خدمه اللي راح نخدمها، فخليتها حاصله معاها وانا نروح نخدم اشغالاتي. ومن بعدها انايا رحت لشامبرتي لاني راح ندير لها ميناج عميق جدا وراح ننفضها بيان، ندير لها ديكور جديد وكلش. قلت لكم في الفيديو اللي فات راح كل يوم نجبد شمبره حتى نكمل الدهر كامل. هنا اكثر حاجه موترتني نفسيا اللي هو هذا البيرو، حاطه فيه كل شيء، ميكرو، السيكان، الكيسان، المكياج، الكوسميتيك، كل شيء هزو هذا البيرو. مسكين كاش نهار ينطق لي يقول لي يا ديك ربي ارحميني ارحميني. المهم صورت لكم الدنيا كيف كانت مدروسه، كيف كانت مرويه. من بعدها كنشوفوا النتيجه الاخيره يطلع المورال. فهمتوا كيف؟ انا بديت يعني تكلت على ربي وبديت اول حاجه حنخرج المعطله هذه. طلعتها الفوق لاتيرونس، ضربتها بيان، حيت لها الغبره وخليتها في الشمس تتشمس باش نبدا يعني ندير الميناج. ومن بعد كنحيد الريدو، راح نحي الريدو هذا و وجود لوميير وكلش. هنايا كان جود لوميير فسد لي وانا ما كنتش فايقه به، من بعد تشوفوا الكارثه. المهم انا نحيت الريدوات باش نحطهم باش يتغسلوا. وجيت للبيرو. هنايا كنت بعد ما جيت من العرس وعلى بالكم طيشت كلش فوق البيرو، واش كل ديته معايا من ماكياج وهذا طيشته هنايا. بون جبت هادوما اللي كنت مخبيه فيهم، شوفوا هاد البوشات انا كنت حاطه فيها كل الحوايج اللي خاصين بالدوره الشهريه تاعي، فلازم نسعى نغسلها قبل ما نخبي فيها ونحط فيها الحوايج. وهاد البوشات نحط فيها الاكسسوارات نتاعي، فوالا الاكسسوارات كامل نحطهم هنايا. ونعطيكم تدبيره، شتو هذه اللي تاع الشعر، اللي تاع الاكسسوار تاع الشعر ما تكحلكم شو هذه، غلفوها بالالومنيوم. انا كنت حطيتها برك وبصح انا راه من بعد راني غلفتها باه ما تكحليش وتبقى كيما راهي. هذه عندي في عام اكثر من عام ومازالت كيما راها، ما كحلتش باش كنغلفها باه نخبيها. فوالا حطيت كامل الاكسسوارات تما. وهاد البوشات حبيبتي حاطه فيها الحرقوس، الطوابع هذوما كامل. هذا الحرقوس الكحل ما نستعملوش انا بزاف الكحل، نحب البوردو، هذا البوردو والمقص اللي نستعملو باه نقص هاد الطوابع كلش نحطو هنا. كي نجي وتحكمني على الحرقوس نجبد غير هاد البوشات نلقى فيها كلش. وهاد البوشات راح نغسلها قبل ما نخبي فيها الحوايج الاخرين. وراح ننظف المكياج، هزيتهم كامل من هنايا باش ننفض. وانا بديت الساعه بالبلافون، عقبت عليه كيما هكا هذه خاصه بالبلافون، كاش ما كاينه حاجه نحيوها غبره ولا كاش ما حاجه. ومسحت الحيوط وكل شيء، عقمت الدنيا بيان. وهنا راح نبدل السرير الموقع تاعو. فوالا هنا تقريبا نتوخد في الفيوزه، طاحت لي حسبتها راح تتكسر. المزيه ما صرا لها والو. هنا سمعوا لي العيطه كي طاحت الفيوزه وحسبتها تكسرت.
سلامات سلامات ما صرا والو. المهم هنا كنت رجعت البيرو كيما كان، ورجعت حوايج، رجعت هنايا نواظر الحوايج خاصين. هنا البيرو شوفوا البنات قسمته نصين، نص مكياج وكوسميتيك تاعي حطيته، ونص البيرو والكراريس والنواظر والكتمان وكل شيء واش نحتاج تما حطيته. وهنايا احلى لقطه كي نكمل الشامبره ونبدا نرجع كل حاجه لبلاصتها. هنا مسحت المرايه هذه تاع الكواف الطابل دينوي، وراني نرجع في الحوايج كيما كانوا. فوالا هذه اكثر لقطه نحبها. وهنا سعادة تقول لكم نحبكم بزاف يا القبيضات نتاعي، ربي يخليكم ليا. وتاني مسحت لهنايا الميزان تاعي اللي نوزن بيه روحي، مسحته وحنرجع كل حاجه لبلاصتها. وهاي لكم تقريبا كملت. راح نرجع برك المعطله نهبطها من الفوق، وباش نركب ريدوات استغفر الله، انا راح نقفل الطاقه باه ندير الفليتوكس. شوفوا ساي الايام تلقوني مفحفح الدنيا بمعطر الجو ريحته الله الله، بصح كي يدخل الخريف المعطر الجو نتاعي راح يكون هو الفليتوكس. لازم ندير الفليت علاش يكتر الدبان في الخريف، فنرهج روحي به. المهم هنا كنت خليت الدنيا مقفوله وجيت لقيت ما راهي تجمرنا بالشخشوخه، يا دلالي يا دلالي. وراح نتغداو شخشوخه بالعصبانه، اكثر اكله نحبها اللي هي شخشوخه بالعصبانه. واللي متبعيني من زمان على بالهم بلي انا نموت عليها، وما نحبش العصبانه كي تكون بالطعام، ولا نحبها بالشخشوخه. وبعديتك خليتها تتجمر يعني. وجيت هنايا باش نفرش الشمبره. هنا هذا الدغا اللي شريته من جيجل، وهذوما الريدوات كنت شريتهم من هنا، شريتهم كانوا صولد 150 في زوج. مهم وباش نركبهم قلت ساعه نفرش باه ندير التسيقه الاخيره ونفحفح الدنيا بالصانيب والهلا. وهذا كنت شريته من جيجل ب 150 البنات. وهنا دوكا فرجتو وعدلتو فوق في السرير يعني. ورايحه نركب عفوا الريدوات. وهنا تصدمت. تخيلوا اصعب حاجه هي تركاب الجود لوميار في الريدو. انا نحب نركبه ننسقه يعني بيان في هذا الريدو اللي يكون شفاف، ونحطه من تحت باش يجي الضوء باين مع الريدو يكون شفاف. هذا تعبت وانا نركب فيه، ويكون جود المياه مخلط وطويل، وفي الاخر لقيته فاسد اصلا ما يشعلش الضوء اللي فيه. كي ركبته وشدته فاسد المورال طاح لي معليش. هنا بدات تظهر النتيجه الاخيره. حكمت فحفحت الدنيا بريحه الصانيب، وشكون كيف يحب ريحه الخزامه والمعطر جو ولا الصانيبون تاع ريحه الخزامه. هنا سيقت التسيقه الاخرى، فحفحت الدنيا بيان، ورايحه نخلي نكمل تسيق الدرب كل. ومن بعد كنحد الطابيات. هنا كنت سيقت شنابر، سيقت الهول. هنا واش درت للهول؟ ما درت له والو، ما فطو، ما درت له والو. جست هذه الطابله تاع وين ناكلوا فيها بعدتها، جبتها خلاص جهه الباب تاع الشامبر اللي مقابله اون فاس، باش تبقى لي البلاصه هذه متسعه وين نخيط. فهمتوا؟ كنعود نخيطوا هذه نسحق بلاصه متسعه. فهنا درت البلاصه هذه باه نخيطوا. انا اصلا كنت معوله باش نخيط الدغا اللي شريتهم من جيجل الماما. شوفوا لي هنايا الكنبيات فوقهم الحوايج، وهذه قلت ما نتعب روحي ما والو، خلي نهار اخر ونكسر راسي مع الهول. المهم اليوم درت شامبرتي راني مستمتعه بها فرحانه بها خلاص اهم شيء شامبرتي. جبت الطابيات هذوما وباش نحطهم هما اللي يخرجوا لي مع شوفوا الطابيات فيهم الموف والدغافي هذا الموف، فقلت يخرجوا على بعضهم. اجبت اول مره نحطه صراحه. وحطيته. وهذا ما كانت هنا شامبرتي كملتها. النتيجه النهائيه عجبتني بزاف. شوفوا انايا شامبرتي هي مملكتي يعني. كي ندخل ليها ونلقاها شابه وريحتها شابه وكل حاجه في بلاصتها، المورال يطلع لي.
فعليها ديما نحرص انه تكون شنبرتي نظيفه وشابه والديكور تاعها مليح، لانه هي اللي تطلع لي المورال ولا تهبط لي المورال. فهمتوا؟ فهذه هي الشكل النهائي، ويلا نديرو فيها جوله ونقول لكم واش حطيت كل حاجه واش درت. يعني ندير لكم جوله ونشرح لكم. السرير حطيته هنايا مقابل الخزانه، هنا حطيت الميزان، وهنا حطيت كتاب القرآن والصلاية والسبحة وكلش. البيرو هذا قسمته منا حاطه المكياج والكوسميتيك، ومنا حاطه الميكرو. هذا ميكرو بورتابل بصح هو في الحقيقه ميكرو فيكس، بس ما يتقفل ما يتحل مكسر. حطيت النوادر نتاعي، حطيت بورتابل الكتمان. المهم حطيت هذه زعما باش نحس روحي راني مثقفه. هذيك السله حاطه فيها حوايج تاع لي ماسك وكلش. وهنايا حطيت الفاليزات راهم فارغين، الكبيره معمره والصغيره مفارغه. باه نغسل الساعه فيها، نغسل قشي تاع العرس اللي رحت بهم العرس، باه نحطهم في الفاليزه الصغيره ونخبيهم تما. وهذا مكان، هذه هي شنبرتي المتواضعه. هنايا البيرو معوله نخرجوا بعد ما نشري كوافاز ان شاء الله. ادعوا لي يا البنات، ادعوا لي ربي يرزقني ونشري كوافاز وندهنا من هذا البيرو. هنا كان جد لهدا وكسرت لهم راسها، حطي لي تغدى، حط الريحه تاعها كانت لعبت لي على المورال. حطي لي قلت لها نتغدى ما نحوسش نفهم، قالت لي صبري نحطوا مع بعضنا. واه قلت لها ما نصبرش على الشخشوخه، ما نصبرش على الشخشوخه بالعصبانه. المهم حطيت هنايا زغديت وحدي وفتفتت لي هكا من فوق الكرشه والعصبانه. والمهم باش نحكي لكم على البنه شهيتكم في الجنه اللي كيف يحبوا الشخشوخه بالعصبانه. نقول لكم في صندوق الوصف راح تلقاو الطريقه بالتفصيل، راح نخليها لكم ان شاء الله. انا بعد ما تغديت ريحت شويه، وبعديت جيت هذا الدغا كنت شريت قلت لكم من جيجل فيه 3 مترات ونص. راح نبدا نخيط فيه. هنا يا حبيبتي راني دوكا مع الخياطه مع هذه. جربت فيه اول مره نخيط الدغا، جربت فيه قلت صلح ما صلحش. انا كان فيه بعض الاخطاء باه ما نقول لكمش بيرفكت، بصح المهم هنا نحيت متره باه ندير بها المخد. كل مخده تديك نص متره، و 2 مترات ونص حنديرهم كيما هكا دغا من الفوق. هنا تكون كاينه كفه عريضه من الفوق، والباقي ساير داير تكون كفه صغيره. وبرك تجي شتو الشوك نتاع الدرا هذا تحتاجي برك تعرفي كيفاش ديري هذوك شوك والطيات نتاعهم. هذا ما كان سهل مال. انا كنت خيطته شفت في اليوتيوب وخيطت سهل كل شيء. وتشوفوه ان شاء الله الشكل النهائي كي ندير لها ميناج ونفرشوا لها. احنا العشاء ما طيبناش، كانوا جابوا لنا تاكوس وبيتزا. تعشينا انا وما بصحه وراحه كيما تهلاو فينا وما خلاونيش نطيب عشاء. تهليت فيهم في الصحراء، درت لهم سكوتشو جات بزاف بنينه. حطيت واش كاين، حطيت هنا كاوكاو مالح ودرت التاي، وحطيت ثاني الياغورت نتاع الكراميل هذا نموت عليه بزاف بنين نحبو. حطيته لهم وجدت لهم سهره خفيفه ظريفه. وهنا حبيباتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم استمتعتوا به استفدتوا منه. نقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره تشوفوني. نحبكم بزاف، في امان الله وحفظه. مع السلامه.